ثم ياتي اسامه فيصل في الدقيقه الرابعه من الوقت بدل الضائع في الشوط الاول ومن ركله جزاء يحرز الهدف الثاني لفريق البنك الاهلي على المصري، وانتهى الشوط الاول بتقدم البنك الاهلي على المصري بهدفين مقابل لا شيء. ثم جاءت الدقيقة 59 عبد الرحيم دغموم البديل يحرز الهدف الأول لفريق المصري ويقلص النتيجة إلى هدفين مقابل هدف واحد. ثم جاء الرد سريعا من البنك الأهلي وتحديدا في الدقيقة 68 عن طريق ياو النور يحرز الهدف الثالث للبنك الأهلي على حساب المصري. وعاصم صلاح في الدقيقة 75 ومن ركلة الجزاء أيضا يحرز الهدف الرابع للبنك الأهلي على المصري، تزداد الأمور صعوبة على المصري. وفي الدقيقة 80 أفضل لاعب في هذه المباراة ياو النور الهدف الخامس للبنك الأهلي على المصري. ثم هدف حفظ ماء الوجه لميدو جابر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة ب5 أهداف مقابل هدفين للكابتن طارق مصطفى على حساب علي ماهر في